السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايب قلبي يا متابعين، يا أجمل متابعين في الدنيا. بحبكم جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل الزيتون وبطريقة سريعة جدا. مش هنقعد بقى من السنة للسنة على ما ناكله، لأ، أو نقعد كام شهر على ما يتخلل وكده، لأ، ده احنا مشتاقين له يعني. بالظبط 10 أيام وهناكل الزيتون ده. ازاي بقى يا حاجة؟ هقول لكم ازاي نعمله. انا جايبة 2 كيلو زيتون. عايزة تجيبي كمية اكتر هاتي براحتك. دول 2 كيلو زيتون تفاحي، اللي هي الزيتونة الحلوة اللي كلها لحم دي، المحترمة دي. زي ما انتوا شايفين كده، غسلته غسلة حلوة على الحوض، ودلقت مية الغسيل بتاعته، حطيته في مية نضيفة وفي حلة على النار. هسيبه ياخد ايه، ولا اي اضافات عليه خالص. اهو انا بوضح اهو قدامكم، ولا ملح ولا اي حاجة ولا ليمون ولا اي حاجة. دلوقتي مية ملح حنفية هنحطه على النار. هياخد بالظبط نص سلقة، نص سلقة، مش عايزاه يتهري، يا دوب هياخد غلوتين كده وهنطفي عليه النار زي ما شايفين كده. حط بقى طبق جنبينا فيه مية ساقعة او مية فيها تلج، عشان عايزة اديله الصدمة دي. هنطلعه من المية المغلية على المية المتلجة على طول، خلاص، عشان برضو الصدمة دي متخلوش يتهري. خلاص هسيبه لما يبرد خالص في المية المتلجة، خالص خالص، حتى ما يبقاش دافي، لا يبقى ساقع. حتى سايبه، بصي، سايبه ازازة المية جوه الا الزيتون. سبته على قد ما ياخد في الوقت. وبعد كده دلقت المية بقى وحطيت عليه مية نضيفة. وابتديت ايه، استعد بقى لاني اعبيه. عندي بطرمان ده لسه جايباه جديد، غسلته غسلة حلوة وجيت اعقمه. مش لازم نحط فيه ميه مغليه عشان ده بلاستيك. ميه مغليه ممكن تسيحه او ممكن تطبقه. حطي فيه معلقتين خل وفيليه، واقعدي رجيه 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 كده جامد، وادلقي الخل اللي كان فيه. خلاص هو كده تعتبر طريقة تعقيم ممتازة. نبتدي بقى نعبي الزيتون بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله، لا مهري ولا اي حاجة. عبيه كده بس شوية بشوية كده، اهو، زيتونة بزيتونتها. قدامك طبعا الفيديو باين ان هو مش مهري ولا حاجة. بالطريقة دي هتخليكي تاكلي الزيتون في اسرع وقت ممكن. احنا مش شايله بصراحة، انا ما عنديش زيتون، قلت لسه هستنى شهر بقى ولا شهرين على ما يتخلل، وهو اخضر بياخد وقت. جبت 3 قرون فلفل كده، حطي زي ما انت عايزة. لو عايزاه حامي حط، طبعا انا ماليش في الحامي قوي زي ما قلت لكم قبل كده، فحط بس 3 قرون كده، ولا فتحتهم ولا اي حاجة، يا دوب غسلتهم وحطيتهم بالظبط زي ما الفيديو بيقول. بس جيت بقى اجيب المية بتاعته، المحلول اللي هنعمله. عندنا معلقة ملح ليمون ومعلقة سكر، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ملح ليمون ومعلقة سكر. واللي في النص دي معلقة كركم كبيرة. كركم ده ليه؟ عشان اما تيجي بعد ما يتخلل ان شاء الله بعد 10 ايام بالظبط، هتلاقي لونه اصفر كده جميل زي اللي بتشتريه من بره. حطيت بقى كوباية الا ربع ليمون، عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده. وكوباية الا ربع ملح. ما عندكش ملح خشن عادي حط ملح ناعم. ومعلقة زيت كبيرة، معلقة زيت، اوعي تنسي معلقة الزيت دي. ليه؟ هقولك بعدين ليه معلقة الزيت دي بحطها مع المحلول. ابتدي اقلب كله مع بعضه. خلاص قلب جامد عشان الملح يتقلب. عندي بقى معلقة خل كبيرة برضو، هحط معلقة خل، معلقة خل كبيرة بس، واحدة بس، ما فيش اكتر من كده. قلبي كله تاني مع بعضه، المحلول كله مع بعضه، قلبيه حلو. ابتدي بقى اخد كده بكوباية او بقدورة او اي حاجة موجودة عندك، بكوباية اسرع واسهل، دلق معاكي بسرعة في الايه، على الزيتون بتاعنا جوه البطرمان. هبتدي احط المحلول، شايفين هو لتر مية زي ما قلتلك قبل كده. معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح ليمون صغيرة، معلقة كركم كبيرة، وكوباية الا ربع ملح، وكوباية الا ربع عصير ليمون، مفيش اكتر من كده.
طبعا البطرمان عندي طلع كبير شويه على 2 كيلو. اعمل ايه؟ مش هسيب فراغ فيه. جبت قشر الليمون اللي انا عصرته، اللي عملت منه كوبايه الليمون، كوبايه العصير الليمون. جبت القشر كله وحطيته على الوش. برضو منه هيتخلل مع الزيتون ان شاء الله، بيبقى طعمه حلو على فكره جدا. بيبقى طعمه حلو قوي، هتاكليه قبل الزيتون كمان. وابتدي اكمل ببقيه المحلول كله اهو. بصي كله دلقته كله لحد ما البطرمان عندي اتملى، واتغطى بطبقة قشر ليمون زي ما انتوا شايفين. ليه مش هنحط بقى زيت على الوش؟ ما احنا حطينا معلقة زيت في المية. هتلاقيها وانت بعد ما حطيت المحلول وخلصنا، بصي هتلاقي عامت الزيت عام كده على الوش لوحده، من غير ما نحط زيت على الوش ولا اي حاجة. الزيت بقى جوه وبره، وبره اكتر طبعا على الوش. طبقة الزيت دي حلوة ومهمة عشان ما يريمش معاكي. خلاص يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بص المنظر تحفة بصراحة، جميل وهو ني. امال لما يستوي هيبقى ايه؟ بإذن الله هناكله بعد 10 أيام. لو عملتيه بإذن الله بألف هنا وشفا، هتاكليه بعد 10 أيام بالظبط. وأحلى زيتون. هتلاقي لونه اصفر معاكي، مش هيبقى لونه أخضر، لونه أصفر كده زي اللي بتشتريه من بره من المحلات. وطعمه هيبقى تحفة، وطعمه يبقى جميل، لأنه أصلا كله لحم. التفاح ده جميل قوي في الأكل. جبت كيس تلاجة اهو زي ما انت شايفة، عشان مش عايزة تسريب هوا خالص يخش جوه البطرمان. كيس الهوا مع الغطا، وتقفل الغطا عليه جامد. هنقص بقى الزيادة دي ملهاش أي لازمة خالص، مش مدلدلة كده على البطرمان ويبقى شكله وحش. اهو كل زيادة كده في الكيس قصيها، مفيش مشكلة. عايزة تسيبيها سيبيها، بس يعني هي شكلها مش ظريف يعني. يلا يا حبايب قلبي بقى، اللي مشتركش في القناة يشترك عشان خاطر حبيبتكم ومتابعين الجمال الأمارات. وعايزين بقى أهم حاجة اللايكات. عايزة لايكات حلوة كده زي الفيديو اللي فات. ما شاء الله، تسلم ايديكم يا رب يا رب ليا. ما شاء الله، انا فرحانة جدا بالفيديو بتاع البامية اللي عملته. ما شاء الله حبايب قلبي اللي عملوا لي لايكات، فالفيديو بصراحة انتشر. وما شاء الله الله اكبر، جميل جميل جميل. بصي بقى هعمل ايه. كل يومين او كل يوم تعملي الحركة دي، ما تخليش اي حاجة ترقد كده في قعر البطرمان. كل يومين، يوم او يوم، تروحي قلبة كده وترجعيه تاني وتركنيه على جنب مكان. وبألف هنا وشوفي يا حبايب قلبي. وعايزة بقى ايه، واقول لكم السلام عليكم.